بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة ان شاء الله. ازيكم يا حبايبي؟ يلي المشاهدات الوحشة جدا جدا. يلا خير يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا طبعا مش عارفة انزل كل يوم والله، لان الفيديوهات طبعا انتوا عارفين هتقولوا لي عشان احنا في رمضان والمشاهدات ضعيفة. وي لا، الله العظيم ربنا يزيد ويبارك، يا رب يا رب يزيد ويبارك. انتوا عارفين ان لساني في الخير على الكل والله، اللهم زيد وبارك. انا بشوف قنوات كتير ما شاء الله المشاهدات عاليه جدا في رمضان، عشان يعني حد يقول احنا في رمضان وكده. فعامة يعني جدعانوا معايا شويه يا جماعه في المشاهدات، وقع قوي قوي. مش دي مشاهداتي اللي كنت شغاله بها قبل رمضان خالص خالص. ده يعني التمن المشاهدات. تمام. انا كده النهارده هعمل معاكم كنافه حلوه ان شاء الله. يومين كمان، يومين هينزل لكم فيديو تحفه. يا رب الفيديو ده ما يفوتكوش ان شاء الله. هتكلم معاكم بس واعمل اول حاجه. انا معايا هنا كوبايتين الا ربع لبن. تمام، كوبايتين. الاول حطيت كوبايه ونص لبن. تمام، الاول حطيت كوبايه ونص لبن على معلقه ونص اللهم صل على النبي، والله نسيت يا جماعه، من اللي هو السان جورج، اللي هو الكاستر. تمام، ومعلقه سكر واحده بس. لو انت عايزه تحطي نشا حطي معلقه، لو انت عايزه تحطي نشا حطي معلقه. انا بحب دايما الكريمه تكون سايحه، ما بحبهاش تكون جصه كده وتخينه كده، ولا عشان لو بات معاكي فطير، بات معاكي جلاش، بات معاكي كنافه، تبقى سايحه، ما تبقاش الكريمه مسكت فيها وشديده. تمام. فانا هنا حطيت كوبايه ونص لبن على معلقه ونص كاستر على معلقه سكر، وقلبتهم قوي وعملتهم على النار. تمام. هقول لكم بقى على حاجه الوقت كمان، على معلومه هنشوفها مع بعض. انا معايا هنا دلوقتي دي نص كيلو كنافه. نص كيلو كنافه هينام في الفريزر، شاريه لسه من عند الراجل. ما فيش حاجه اسمها شاريه من عند الراجل برضه هعيدها تاني وتقول عينه في الفريزر عشان اعمله. لا يا جماعه، احلى كنافه اللي انت بتبقى شاريها من عند الراجل وتعملها على طول. تمام. بس انا عشان ببقى اجيب كيلو ومثلا اعمل نص وعين نص، او ببقى ساعات جايبه نص كيلو عينه، مش هعمله مثلا في نفس اليوم فببقى عيناه. لكن انت ما تجيبها من عند راجل وتعملها في وقتها وتقطعيها تحفه جدا. احلى حاجه الكنافه اللي بتتعمل في وقتها، مش بتتفرز ولا حاجه. انا حطيت هنا معايا شويه زبده. انا ما حطيتش المره دي سمنه، انا حاطه زبده، حبه زبده صغيرين كده، وتقعدي تقلبي الكنافه في بعضها، وانت هتلاقيها تشرب كلها ببعضها. خلاص. اشوفهم قلبتها خالص في بعضها جدا جدا عشان تشرب من بعضها. الكنافه يا جماعه دي بتتباع بره غاليه قوي قوي، على ايه؟ انا مش فاهمه. سهله جدا وما شاء الله هتشوفها الوقت تحفه والله العظيم. والله والله انت ما تجيبها من بره، انت ما تجيبهاش من بره. شايفين عامله ازاي؟ كل حبه الزبده صغيرين واتشربت كلها من بعضها. خلاص. انا بقلبها قوي ببعضها عشان ما يبقاش في حاجه ما فيش فيها زبده، عشان تتحمص معاكي حلو. هاخد نصها بقى في الصينيه. معايا نص كيلو، يعني خدت ربع في الصينيه وربع معايا. انا عامله دي في الصينيه الصغيره يا جماعه، اللي هي الصينيه الصغيره بتاعت البسبوسه. هما صينيتين كبيره والصغيره، انا عامله في الصغيره. خلاص، اعدلها بقى كده، اوزعها بقى حلوه كده اهيت. فان شاء الله هينزل لكم فيديو إيه، اشطوطه مسقيه بلبن، مسقيه بصوص القهوه، و... ونوع تاني جنبها مسقي بالحليب والنوتيلا البيضة. بصوا حكاية. بصوا بقى يا جماعة، خلينا الأول. أنا لما جيت أجيب الكريمة لقيتها ماسكة كده سنة، رحت عاملة إيه؟ حاطة ربع كوباية لبن كمان. خلاص. يعني أنت لما تعملي الكريمة سواء الكاستر أو المهلبية بالنشا، وتلاقيها جاتي تكبها كده لقيتها شده معاكي، احنا مش عايزينها شد، احنا عايزينها تفضل سايحه، عشان لو باتت تفضل سايحه. ومنزله بربع كوبايه لبن وقلبها قوي 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 كده من غير نار ولا اي حاجه، هتلاقيها تسيح معاكي. تعرفين ان انا عندي مصداقيه، ولازم الحاجه اللي اعملها اقول عليها. يعني انا المهلبيه اللي انا عملتها، الكاستر اللي انا عملته ده، جت عشان احطها بقى لقيتها متماسكه شويه، رحت حاطه لها ربع كوبايه لبن ومقلبها قوي قوي، فكت وساحت مني. خلاص. رحت كان بيبقى الوقت المعلقه ونص كاستر خدوا منه كوبايتين الا ربع لبن. تمام، المعلقه ونص كاستر خدوا كوبايتين الا ربع لبن. احط بقى، هتعملي بقى نشا زي ما انا قلت لك، احط بقى معلقه كبيره مليانه هرميه نشا. انا بقى بوزع الكنافه هي على الوش اهيت، كلها كده بوزعها. انا اعدلها بقى كده والمها اهيت.
تمام. احط بقى ما كده معايا معلقه زبده، احطها برده اوزعها كده من على الوش كده، يعني خفيف خفيف كده. ما خدتش مني يعني، كل اللي خدته مني اقل من نص. دي واللي انا عملت بها اقل من نص، اقل من نص بكتير يعني. خلاص. احطها بقى كده وادخلها على فرن، الفرن يكون ولع من تحت مولعش من فوق، اولع من تحت واهديه خالص. اهديه خالص ليه؟ عشان الكنافه تتحمص من قلبها من جوه وتستوي، ما تبقاش نيه. خدوا مني المعلومه الصح وهتشوفوها دلوقتي. يعني انا بولع الفرن من تحت واخليه هادي هادي جدا زي الشمعه، واحط الصينيه واسيبها. اول ما هتتحمر من تحت هتفصل من الجنوب كده وهتبان، شوف فاصله من الجنوب. تاني حاجه بعد كده اقوم مولعه بقى الشوايه من فوق ومهديها جدا، تتحمر من فوق وتتحمر. شايفين الشربات تقيل معايا ازاي؟ انا عامله الشربات ايه، كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه. كوبايتين سكر وكوبايه ونص ميه عشان يبقى شربات تقيل. شو بقى قلبتها من الصينيه اهيت، وبحط لها كده الشربات التقيله، ولازم قبل ما تقلبيها تحط لها شربات برده من على وشها. فشربات الكنافه والجلاش والحاجات دي والبقلاوه والحاجات دي بيبقى الشربات بتاعها تقيل غير البسبوسه. خلاص. وتهدي كده النار، والله ولا حطيت ليمون ولا حطيت اي حاجه. هو حطيت كوبايتين السكر وكوبايه ونص الميه، واول ما غلوا هديت النار وسبتهم مع نفسهم. تقل بقى، تقلوا بقى جميل زي ما انتم شايفين كده اهيت. انا حطيتها كده قلبتها في الطبق الاكليريك بتاع التقديم. بصوا، شايفين الكنافه من قلبها عامله ازاي؟ شوفوا الكنافه من القلب نفسه، شوفوا متحمصه ومتحمره ازاي. رهيبه رهيبه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. من القلب متحمره زي ما يكون انت محمراها على البوتاجاز. بصوا انا بقى بقطعها عشان اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. بصوا يا جماعه، شفتوا الجمال بقى؟ شوفوا من جوه الكنافه متحمره ازاي. بصوا، حلوه قوي 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 بصراحه. والله طعمها، والله طعمها حكايه، والله طعمها حكايه جدا. بصوا بقى منظرها. هقطع لكم حته برضه اوريها لكم، بقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوها. بصوا بقى وانا بقطعها، والله لو انتم ما كنتش بسجل وكنت سمعتوا، بتخرفش جامد من كتر القرمشه بتاعتها، وهشه ومقرمشه متحمصه. نشوفوا حتى منظرها في الطبق هي باين، شوفوا المنظر في الطبق بتاعها عامل ازاي. بصوا يا جماعه اهي، شايفين؟ انا بقربها لكم خالص عشان تشوفوا الكنافه، شوفوا مش بيضه متحمصه تحفه بصراحه اهيت. شايفين؟ اكسر بقى معاكم حته واوريها لكم، شوفوا منظرها عامل ازاي. بصوا، شوفوا بقى الكريمه هنا معايا اهي، شوفوا الكريمه سايحه ازاي يا جماعه. شايفين؟ لما بتكون الكريمه تقيله بتبقى قفشه كده وتلاقيها تخينه، مش بصراحه بعرف منها، مش بحبها. احب الكريمه تبقى سايحه. الكريمه لما تكون معاكي سايحه، لو الحاجه باتت معاكي لتاني اليوم ما تشدش خالص، تفضل سايحه زي ما هي كده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، تحفه والله تحفه. ان شاء الله تدعوا لي عليها من جوه متحمصه. ليه التسويه؟ التسويه هي طريقتها سهله، ما فيش فيها اي حاجه، كلنا ما شاء الله يعني، مش صعبه حاجه زي دي نعملها. بس ايه التسويه؟ شايفين المنظر؟ تولعي النار من تحت زي الشمعه، وتدخلي الكنافه وتسيبها مع نفسها لحد ما تتحمص خالص وتحس انها فصلت من الجوانب وبقت متحمره. تولعي لها الشوايه من فوق زي الشمعه تتحمص. هي اهم حاجه، مش علي بقى النار من تحت. هتيجي تاكل الكنافه هتلاقيها من جوه بيضه ومش متحمصه زي دي. فهي سهله جدا، مفيش فيها اي حاجه. المشكله في التسويه. الكريمه بتاعتك خليها سايحه، عشان لو كنافه فضت معاك بالليل او قعدت معاك لتاني يوم ما تبقاش الكريمه فيها شد، تبقى الكريمه سايحه. شوفوا، تحفه بسم الله ما شاء الله. انا بوريكم بس، انا ما بحبش بصراحه اكل حاجه على قدام حد، يعني ده طبيعه فيا. انا بحب اما اعمل حاجه، اعمل اكل، مش بحب اكل قدام حد، يعني براعي يعني شعور الاخرين، ما بحبش اكل حاجه قدام حد. تمام. بوريكم الشكل بتاعها، شوفوا بقرب لكم، بوريكم الشكل بتاعها عامل ازاي. انا بقربها لكم عشان انا بقرب لكم الهدف، عشان تشوفوا تحميصة الكنافه من قلبها، من القلب بتاعها متحمص ومستوي، ما هياش بيضه. شوفوا متحمره ازاي، كانك بالظبط محمراها في صينيه على البوتاجاز او في الفرن كده، زي ما كنت محمره لكم بتاعه المانجا. اقول لكم حته تانية من الطرف اهيت. بصوا المنظر يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. بصوا، شايفين؟
يا رب تعجبكم وتنول رضاكم ان شاء الله، وتعملوا لايك وشير وتدعموا لي كده، وعايزه تعليقكم، ولا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.